قائمة منتخب مصر لبطولة أفريقيا يناير 2024. انا بقول لك احنا كلنا عطس. كل المدربين دول انا من ضمنهم اول واحد هجاص. السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، معاكم محمود الجندي وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم في التسعين. هكلمكم النهاردة عن قائمة منتخب مصر لعام 2024 اللي هتتلعب في يناير الجاي في بطولة أفريقيا، وهقول لك حاجات بسيطة هي عبارة عن القائمة فيها مشاكل والجمهور مش راضي عليها، بس أنا هشرح لك اي قائمه بتتاخد بناء عن ايه. بناء اول حاجه عن اللياقه البدنيه والفنيه للاعب قبل البطوله، دي واحد. تاني حاجه ان اللاعب بيكون بيلعب في اكثر من مركز، وده بيريح المدرب دايما المنتخب ان هو يقدر في البطوله نفسها حصلت اصابات، حصلت مشاكل، فاللعيب بيكون جاهز بدنيا ممكن يلعب في اكثر من مركز. وده حصلت قبل كده مع احمد فتحي لما لعب باك يمين وبعد كده راح لعب باك شمال، فده بيريح المنتخب عموما او بيريح مدرب المنتخب في البطوله. هتكلم باستفاضه عن لعيبه كان المفروض فيتوريا يضمها في القائمه بتاعه المنتخب اللي رايحه 2024 افريقيا، وهقول لك ان في لعيبه مصدومه وفي لعيبه ما كانتش تستحق ان هي تروح للمنتخب، واحنا متفقين على كده. ومفيش اصلا مدرب هيقدر يرضي كل الجميع او يرضي الناس كلها او يرضي الشعب المصري كله في اختيارات المنتخب، زي حسن شحاته قبل كده وحصلت لما خد جده والناس قالت ليه جده وفي الاخر جده كسر الدنيا. دي خلينا متفقين على الحته دي. بس انا اقول لك ان في لعيبه اتظلمت في القايمه دي برضو، وهقول لك منهم اول واحد فيهم وهو حسين الشحات نجم النادي الاهلي. وحسين الشحات ارقامه هو افضل لاعب محلي بارقامه في عام 2023. تاني واحد وهو ياسر ابراهيم اللي بيقدم بدنيا وفنيا حاجات كبيره جدا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره في كاس عالم انديه في مستويات عاليه جدا، دي واحد. تاني حاجه في بطوله السوبر كان عامل مباريات كبيره في المباراتين اللي لعبهم او المباراه اللي لعبها واتصاب، وكان نجم كبير جدا للنادي الاهلي. طبعا فنيا وبدنيا هو فارق بكتير جدا عن لعيبه في المنتخب. انا هقول لك مين اللي مكانه وهقول لك، بس هقول لك اخر لاعب وهو محمد عواد او محمد بسام حارس المرمى. هتكلم في الاول على حسين الشحات، وانت رحت ضميت مصطفى فتحي، وكان مصطفى فتحي معلش ارقامه هتقول لي بيلعب يمين، هقول لك حسين الشحات بيلعب يسار او شمال ويمين. هتقول لي مصطفى فتحي بيصنع، هقول لك حسين الشحات ارقامه اكتر من مصطفى فتحي. هتقول لي بيسجل اكتر برضه من مصطفى فتحي في التسجيل. طيب هتكلم على محمد عواد وهقول لك ان محمد عواد هو الحارس الاول في الزمالك، طبعا احنا عارفين، ومحمد بسام نفس الوضع، بس كخبره وانضم قبل كده المنتخب هو محمد عواد، لان محمد عواد قبل كده انضم. فهتكلم عن محمد عواد واقول لك ان محمد عواد كان احق ان هو يروح بدل من محمد صبحي. هتقول لي السن وانا بصنع حارس جديد، هقول لك لو انت بتصنع حارس جديد فعلا في كتير في الدوري المصري كان ممكن تاخدهم، منهم احمد ميهوب بتاع بيراميدز، منهم مصطفى شوبير، منهم اي حد يعني. عموما ان انت مش لازم ان انت تقول لان انا عارف ان ده مش هيلعب، فكده كده انت كان ممكن تاخد ناشئ معاك وتحطه حمزه على اي حد ان انت تحطه مكان محمد صبحي. بالعكس ان محمد صبحي ممكن في الفتره الاخيره واللي انا عرفت ان هو ما اتمرنش كمان، فانت ضميته، ودي كانت انا من وجهه نظري علامه استفهام كبيره. هتكلم في الاخر على ياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم انت رحت ضميت عليه جبر. هتقول لي خبره، هقول لك بس بدنيا وفنيا اوقات اللاعب الجاهز بيديك اكتر من الخبره، لان علي جبر برضه سنا تقريبا 33 سنه وياسر ابراهيم سنا 1 او 32 سنه، فكده كده مش فارقه كتير. بالعكس ان ياسر ابراهيم في الفتره الاخيره لعب كاس عالم انديه، فطبعا كخبره عاليه جدا، لعب السوبر وقبل كده لعب بطولات افريقيا مع النادي الاهلي، وقبل كده راح المنتخب ولعب مباراه مهمه تقريبا قدام السنغال في الوقت ده. فكده كده كان ياسر ابراهيم انا من وجهه نظري كان المفروض ان هو يكون موجود بدل علي جبر او احمد سامي او اسامه جلال، بس خلينا ان هو بدل علي جبر لان انت بتتكلم على سنا. عموما كل التوفيق لمنتخب مصر في المرحله اللي جايه والفتره اللي جايه. مفيش مدرب هيختار قائمه ويكون كله متفق عليها، فاحنا في ظهر المنتخب وبندعم المنتخب في اي مكان، وباذن الله يرجع بالبطوله، وباذن الله نشوف منتخب بيقدم كره كويسه مع فيتوريا. وكل الدعم ليه، وبشكركم واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ومع السلامه.